حبست لي الانفاس ديالي. لقطه وحده قلبت الماتش كامل. المنتخب المغربي ضد السنغال نصف نهائي الشان، وانا متبع الماتش وفجاه الحكم عطى البطاقه الحمراء للواديني. المغاربه كاملين جمدت ليهم الدم في العروق. قلنا سالينا غادي نلعبوا ناقصين قدام واحد من اقوى المنتخبات الافريقيه، ولكن هنا بدات الدراما. الحكم مشى للفار، 5 دقائق ديال الترقب و5 دقائق ديال الاعصاب مشدوده، والمغاربه كاملين كيدعيو يا ربي يكون الخير. وفي الاخير المفاجاه الكبيره، الحمراء تقلبت الصفراء والواديني بقى في الميدان وارتحنا شويه. ولكن ماشي هنا سالت القصه. جا هجوم خطير ديال السنغال، كره ثابته خطيره ديال السنغال، كره كادت تدخل للمرمى وتقتل الاحلام ديالنا، ولكن الحارس الحرار قال مستحيل، صد كره خرافيه، كره هدف محقق. وهذه اللقطه هي اللي خلات المغرب يبقى في المباراه ويفكر في التاهل. الواديني بلغ الرساله ورى قوه كبيره، والحرار والله اثبت انه يستاهل يكون حتى في المنتخب الاول. تصديات عالميه وتوقيت مثالي. اخواني المغاربه، بصراحه هذه هي اللقطه ديال المباراه، لحظه حبست الانفاس وبسببها تاهل المغرب للنهائي. شاركوا معايا رايكم في التعليقات، واش حتى نتوما حسيتوا بالقلب كيحبس في ذاك اللحظه؟ وما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد ديال المنتخب الوطني. مروان الوادي عنده مشكل كبير. مروان الوادي اصلا كان عندك بطاقه صفراء، ولكن هو خرج الحمراء مباشره. لمشاهدة المباراة اضغط على محادثة مباشرة ثم اضغط على أول نتيجة. صراع بين مروان الوادي والمهاجم سيس. الآن هذا هو الحكم إذا يمشي والله حاصر عطر الموبيل. هنا إعادة مرة أخرى، هنا إعادة. أعتقد تدخل يعني نعتبره عادي. الصراع بين اللاعبين معا، هذه كرة مشتركة واللاعبين دخلوا في صراع. عموما ننتظر تقدير الحكم، في نهاية المطاف. شوف هنا الكرة بعدت على المهاجم أساسا، الكرة لم تعد تحت سيطرة المهاجم أساسا، وبالتالي هنا وقع الاصطدام. الآن كيف يشوف الحكم، ما هو قرار الحكم. الآن يتناقشون الحكم الرئيسي مع الفار، يقول الصورة أكثر، يقول أعطيني زاوية أخرى، يقول يعطيني زاوية أوضح، هذه تأتي من زاوية أخرى. ماذا سيقرر؟ الوادي يعيد الكره للنادي الحرار. النادي امامي الكره ولم يسمح يسمع اللاعب سيسي على الطرف اليمين. الحكم خذ وقت كافي، تقريبا خذ دقيقة ونصف. الآن قربنا لدقيقتين. بادئ يتردد. على فكرة لما الحكم يكون متردد معناه انه غير متأكد من القرار. هو خذ القرار قبل، واضح حتى من طريقة كلامه ونظرته للشاشة تحس بأنه متردد. عموما في نهاية المطاف ماذا سيقرر؟ ارجع مرة أخرى. إذا شيك على اللقطة. الآن اخذ القرار. الآن ماذا سيقول؟ الآن ماذا سيقرر؟ الآن ما هو قرارك يا جنوب افريقي؟ إذا في نهاية المطاف يعلن عن ماذا. الآن يلغي البطاقة الحمراء ويخرج ماذا؟ بطاقة صفراء الوادي. هذه الإعادة مرة أخرى. يعني المباراة كلها تمركزت على هذه اللقطة. تركيز على هذه اللقطة. الحكم يطلب الطاقم الطبي في لحظات. الناس تضرب حسن مروان الوادي يتحصل على ضربة حرة في يده، لكن مباراة وقت كثير. هذا الخطأ 5 دقائق تقريبا. إذا الحكم ألغى البطاقة بعد اللجوء إلى الفار. أخذ البطاقة الصفراء. مشاهدينا الكرام، طبعا الأولى كان عنده تدخل،
لا البطاقة الصفراء، تلعب الضربة الحرة، تلعب الضربة الحرة. الله يا الحرار، الله يا الحرار، تصدي الكبار يا الحرار، تصدي الكبار يا الحرار، تصدي الكبار يا الحرار، فعلا تصدي الكبار يا الحرار. شوف هنا يطير الحرار، يطير الحرار ويتصدى لكم. وعندما قلت مشاهدينا الكرام الأحرار انتظروا قريبا في قائمة المنتخب الوطني الأول، إن شاء الله قريبا في المنتخب